بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ وحشتوني. بصوا يا ولاد، النهارده ان شاء الله هعمل لكم طريقه الشريك اللي انتوا كنتوا عايزينه حبايب قلبي. بصوا، اول خطوه هنبدا بيها هنا سهل وبسيط جدا. معلقه من الدقيق، معلقه من السكر، معلقه من الخميره. هننزل عليهم بنص كوبايه من الميه الدافيه. اوعي تحطي ميه بارده، لا لازم ميه دافيه عشان تقوم معاكي الخميره. هنقلبها كويس قوي وهنركنها بقى على جنب كده لحد لما ان شاء الله نخلص بقيه المكونات بتاعتنا. وضغط بس غطيها كده. هي بصي من 6 ل 7 دقايق بالكتير ان شاء الله. هنا معايا كيس لبن اللي هو بودر. انا ما رضيتش احط بالمعلقه. بصوا كيس لبن بودر. لو انت هتحطي عندك علبه لبن هتحطي معلقتين، وكيس معلقه كريم شانتيه، معلقه نص معلقه من البيكنج باودر، تمام، رشه ملح، نص كوبايه من السكر، بيضايه واحده وعليها شويه فانيليا وشويه خل، تمام كده، معلقه من الخل ورشه فانيليا بس كده. بصوا الخميره تفاعلت معايا ازاي. هنزل على المكونات بتاعتنا. احنا معانا يا ولاد نص كيلو من الدقيق، نص كيلو عشان انا عامله نص المقدار، لان انا كنت ناويه انزل لكم الكيلو اللي انا عملته، بس كان في حاجات اتمسحت في المونتاج، وهقول لكم مقادير الكيلو دلوقتي كلها هقولها لكم. بصوا حبايبي اهو كده بالطريقه دي كده. بصي هشغلنا العجان على العجينه والمكونات اللي احنا حطيناها والبيضه، وبعد كده نزلت بنص كوبايه من اللبن. انزلي واحده واحده على حسب العجينه ما تحتاج منك. اتعجنت كويس قوي. نزلت بربع كوبايه من الزبده. لو انت هتعملي كيلو هتحطي نص كوبايه من الزبده. بعد العجينه ما تتعجن معاكي تمام. بصي العجينه فيها تلزيقه كده يا ولاد بسيطه قوي. بصي اهو مش بتمسك في ايدك قوي. هتعملي ايه بقى؟ دهنه زيت في ايدك خلاص مش هتمسك في ايدك تاني. بس انا عايزه العجينه كده، انا متعمده اوريها لك بالشكل ده. ماشي يا حبيبتي، عشان يطلع معاكي العجينه قطنيه وهشه كده وجميله. بصوا كده هنسيب العجينه معانا لمده ساعه تختمر، وبعد كده هتشكليها بقى بالطريقه اللي انت عايزاها. عايزه تشكليها زي البريوش كده، بتعمليها بنفس الشكل ده وبتلفيها حوالين بعضها كده وتحطيها في الصاج، تمام. انا هنا بعملها على شكل الشريك اللي هو الشريك اللي بتاع زمان اللي احنا كنا بنعمله زمان، اهالينا كانوا بيعملوه يا ولاد. بصوا اهو بالطريقه دي. هتعملي 3 صوابع وهتشبكيهم في بعض، وفي الاخر حطيت رشه سكر وحطيت عليها شويه لبن صغيرين، ودهنت الوش ورشيت على الوش شويه سمسم وشويه سكر خشن في الاخر. بصوا بالطريقه دي. هقول لكم بقى دلوقتي اللي عايزه تعمل كيلو هتعمل ايه. كيلو من الدقيق هتنخليه، هتحطي معلقتين لبن بودر، معلقتين كريم شانتيه. ليه كريم شانتيه؟ بيديكي هشاشه وعجينه قطنيه تحفه. رشه من الملح، نص معلقه بيكنج باودر، تمام كده. هنحط عليه بيضايه، 2 بيضه، معلش عشان ده يبقى كيلو يبقى 2 بيضه، تمام كده. هتعجني كويس قوي. بعد كده معاكي من كوبايه لكوبايه وربع من اللبن الدافي. تدي العجينه واحده واحده. ده مقادير الكيلو يا ولاد، تمام، لحد ما خلاص العجينه تتظبط معاكي وتتعجن معاكي كويس قوي. اخر حاجه تنزلي بنص كوبايه من الزبده، تعجنيها لحد لما الزبده تختفي، وبعد كده تسيبيه يختمر لمده ساعه وتشتغلي فيه بالشكل اللي انت شايفاه ده. بسم الله ما شاء الله يا ولاد. والله بصوا شريك حلو جدا جدا، هيعجبكم على الطريقه اللي هي القديمه بتاعت اهالينا زمان. حلو جدا، عجينه قطنيه وهشه وتحفه. تتعشي بقى بيه مع جبنه، تفطري بيه مع جبنه وشاي بلبن براحتك بقى، بس هو حلو جدا. يلا حبايبي بصوا اهو بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي كده. وما بحطش بيض. اللي عايزه تحط بيض يا ولاد تحط فانيليا على البيض وشويه خل وتعمل بيه، بس انا بصراحه مش بحب البيض خالص. ماشي يا حبايبي. يلا حبايب قلبي، ربنا يحسن ما بين ايديكم. واقول لكم ما تنسوش اللايك، ما تنسوش اللايك يا ولاد. حبايبي اللي بيحبوا داليا ما ينسوش اللايك يا حبايب قلبي، لان انا بزعل بجد من اللي بيدخل يشوف الفيديو وما بيعملش عليه لايك، من حبايبنا طبعا. ماشي يا حبايبي. يلا حبايب قلبي، سلام عليكم، ربنا يحسن